في منتصف التسعينات الإنترنت كان لسه بيزف، والصفحات كانت مملة جدا ومليانة نصوص وصور ثابتة. وفي سنة 1993 شركتين صغيرين، واحدة اسمها فيوتشر ويف والتانية اسمها ميكرو ميديا، فكروا وقالوا ليه ما نخليش الإنترنت يتنفس ويتحرك ويلعب. وفي 1996 شاب اسمه جوناثان جاي كان شغال في فيوتشر ويف وقرر يطور برنامج بسيط اسمه فيوتشر سبلاش انيميتور، واللي كان هدفه ذكر رسومات على الويب. البرنامج ده اتحول بعد كده لميكرو ميديا فلاش، ومن هنا بدأت الحكاية. وألعاب فلاش اتولدت لما المطورين اكتشفوا إن هم يقدروا يبرمجوا ويتحكموا في الرسوم المتحركة باستخدام لغة بسيطة اسمها أكشن سكريبت. بدأوا يصنعوا ألعاب صغيرة تقدر تشغلها على المتصفح من غير ما تحملها. وفي أواخر التسعينات ظهر توم فالب، شاب عنده شغف وصمم لعبة اسمها بيكو سكول، وأسس بعدها موقع أسطوري اسمه newgrounds.com، واللي بقى هوليود بالنسبة لألعاب فلاش. وبعدها انتشرت الألعاب زي النار في الهشيم. يعني خد عندك ذا فانسي بانس ادفنتشرز، الين هومينيد، بلونز تاور ديفينس، لايون رايدر، انتر اكتيف بودي، بابا بيزيريا، يا رب كل نطقت اسمهم صح. ومواقع زي ميني كليب، ايرمور جيمز، ادكشن جيمز، كونجريجيت ان كان مش عارف انطقها صح يعني. وخلي بالك بقى ان العاب فلاش ما كانتش محتاجه كونسول او كارت شاشه كامل، لا ده يكفيك بس متصفح وجهاز بسيط عشان تقدر تلعب وتشبع فضولك. مطورين من كل انحاء العالم قدروا يبرمجوا العاب في بيوتهم. ملايين من الاطفال والمراهقين قضوا ساعات قدام شاشه المدرسه بيستخبوا ويكسروا الزهق. وناس كتيره جدا بداوا مشوارهم من هنا. وبعد النجاح ده كله بدات في السقوط في سنه 2010 لما اجهزه ابل زي ايفون بدات ترفض دعم فلاش. وستيف جوبز بنفسه كتب مقال بعنوان ساتس اون فلاش، وقال فيه ان فلاش بطيء غير امن وينتهك البطاريه. مع تقدم HTML5 وظهور يونيتي واهتمام الناس باكتر من الموبايلات، وبدات العاب فلاش تدفن واحده واحده. وفي 31 ديسمبر 2020 اعلنت ادوبي رسميا نهايه فلاش بلاير. رغم ان فلاش مات لكن اثره لسه موجود لحد النهارده. وبعدها ظهر مشروع اسمه فلاش بوينت، ده مخزن فيه العاب كتير جدا من العاب فلاش، ومشغل اسمه رافل بيسمح بتشغيل العاب فلاش لحد النهارده. العاب فلاش علمتنا ان الابداع مش محتاج فلوس، وان المجتمعات الصغيره تقدر تغير شكل الانترنت، واللعب دايما هيكون لغه التواصل بينا. احنا ممكن ننسى فعلا الجرافيكس البسيطه، لكن عمرنا ما ننسى قد ايه اللعبه دي كانت ممتعه وشكلت طفولتنا واحنا صغيرين. والسؤال بقى، هل انا هقدر العبها او احملها في سنه 2025؟ في طريقتين، وفي طريقه زياده من عندي لان انا عملت مجهود شخصي وحملت كل العاب فلاش اللي في موقعين G9G والعاب فلاش ماهر. المهم يعني ده مجهود شخصي، يا ريت تقدرني عليه وتديني لايك وسبسكرايب وكومنت حلو وتشارك الفيديو مع حد مهتم بالعاب فلاش ونفسه نلعبها. يلا ما نطولش على بعض ونخش على طول في الموضوع. يلا بينا نبدا. هتلاقي عندك تحت في الكومنت المثبت كل الروابط، فاهم؟ هتخش على الرابط بتاع فلاش بوينت ارشيف، تخش عليه تبدا تحمل البرنامج وتثبته. هوقف بس لحد ما يخلص. هو خلص معانا بس انا مش عارف ايه اللي ظهر ده، بتاع دي اول مره تظهر لي وانا مكسل اقرا، فانا هعمل ديسيبل. المهم بقى انت تيجي هنا عند اول جيمز وهتدوس هنا بقى يجيلك كل الالعاب. تضغط على اول جيمز انزل بقى تدور على اي لعبه انت عايزها. ده تقريبا بقى فيه هنا افلام كمان، ما علينا يعني. المهم بقى تقدر تختار كل اللي انت عايزه. يعني عشان تختار لعبه بتدوس عليها كده تضغط على بلاي، دي اصلا متحمله عندك، هي اصلا متحمله مع البرنامج. اما اللي مكتوب فيها داونلود دي هي لازم عشان تلعبها لازم تحملها، فتدوس على داونلود والعب. تمام. وهنا عشان لو انت عايز تبحث عن حاجه ولا حاجه فبتكتب اسم اللعبه اللي انت عايزها وتطلع لك، بس لازم تبقى عارف اسمها الاجنبي. عامه انا مش لاقي اللعبه بتاعتي بس ما علينا يعني. تعالى بقى لو انت عايز تحمل يدويا، تحمل لعبه يدويا من المواقع اللي هي كانت من زمان كنا بنلعب عليها، اللي هي في العابنا بتاعت زمان، فاكرينها؟ ايوه. انا انصحك بالعاب فلاش ماهر لانها ما شاء الله متروسه ومليانه العاب كتير جدا من كل الاصناف، ودي حاجه ميزه فيها يعني. بص بصراحه في قد ايه، بص الله اكبر يعني. عشان كده ده الموقع المفضل بالنسبه لي. طيب عشان تحمل اي لعبه تعمل ايه؟ هتدوس على اللعبه بتاعتك وهتضغط كنترول من الكيبورد، كنترول وعلى طول معاه في نفس اللحظه حرف اليو من الكيبورد.
هيظهر لك الواجهه دي، هتدوس برضك كنترول اف وهتكتب .swf. عندك طريقتين عشان تحمل. اول طريقه وهو انك تنسخ اللينك ده وتحطه عندك فوق وتدوس انتر، هيتحمل معاك الملف. ولو جاب لك غلط روح اتاكد الاول ان الملف نزل، ساعتها ممكن تلعبها عادي، سيبك من العلامه دي. لو اللعبه نزلت خلاص. اما بقى لو انت وسوسو بتاع، خلاص دوس هنا، دوس على الثلاث نقط دول وبعدها هتدوس كيب وجرب برضك وشوف الدنيا. وعندك كده موقع تاني بس مش مليان العاب كتير يعني، بس برضك فيه شويه العاب اللي هو اسمه G9G. هتلاقيني برضك سايب لك اللينك بتاعه تحت. المهم بقى ايه، يلا بينا على الحزمه بتاعتي انا، واللي انا حرفيا حملت من الموقع ده، من الموقعين، واللي انا حرفيا محمل الحزمه بتاعتي من الموقعين دول لعبه. فالموضوع كان صعب جدا يعني. يا ريت تدعمني بقى بلايك، كومنت حلو كده، ويا سلام لو تشير الفيديو مع الناس اللي بتحب العاب فلاش، حبيب قلبي. المهم هتدوس على اللينك اللي تحت اللي سابهولك تحت، هتدوس على كلمه داونلود، وبعد كده هتدوس على داونلود اني. هتحمل معانا اللعبه، حجمها 13 جيجا، مش قصه يعني. الحزمه دي فيها 7000 لعبه، فانا عايزك تلعب وتتدلع. انا حاسس ان في حاجه غلط، حاسس ان في حاجه مش طبيعيه. ستوب، غير اللوكيشن لو سمحت. هو ده الكلام. اهو بعد ما الملف نزل معانا هندوس عليه كليك يمين واكستراكت هير او استخراج هنا. انا طبعا علشان استخرجها قبل كده فهدوس كانسل. وبعد ما تخلص هتلاقي الملفات طالعه معاك بالمنظر ده. ما تقلقش. علشان تشغلهم هتدوس على اي ملف من دول مرتين، وبعدها هتدوس سيلكت ذا بروجرام فروم ا ليست، وهتيجي هنا هتدوس على براوز وتختار وتوصل لحد المسار بتاع اللعبه بتاعتنا، وهتخش على برامج تشغيل العاب فلاش، وهتختار الملف ده وهتدوس الوز وهتدوس دايما، وبعدها هتدوس اوكي. شغل براحتك بقى يا معلم من هنا للصبح والعب وتدلع. تعالى نبحث بقى كده شويه العاب كنا عارفينها زمان. عندك مثلا زي العاب باباس. بص عندنا العاب باباس كلها ما عدا الالعاب اللي انا ما عرفتش احملها يعني. تمام، عندك العاب باباس شغاله اهي. عندك العاب فتاة القوه. بص في العاب كتير جدا يعني، فاهم؟ بس ايه، شغال لك عشوائي، فاهم؟ وعندنا العاب هنري ستيكمان. عارف هنري ستيكمان اللي هو الواد العصايه ده؟ عامه لو في لعبه ما اشتغلتش معاك، مش دايما بس في الغالب يعني، تضغط عليها كليك يمين وبعدين تدوس بلاي عشان اللعبه ايه تشتغل، عشان في العاب ممكن ما تشتغلش معاك الا بالطريقه دي. العب العاب حرب الصفه الصنادل. اكتب كده UN، ايوه اكتب UN. بص العاب جميله جدا الصراحه يعني، مسليه قوي. استنى بس كده ايه. يا شباب في كده موضوع يعني عايز مساعدتكم فيه واتمنى تساعدوني فيه. بصوا يا جماعه، في لعبه نزلت في 2006 اسمها لعبه ابو حديد. تمام، اللعبه دي انا حملتها وجبتها من كل المواقع ومش عارف اشغلها يعني. انا جبت الديمو من عند واحد صاحبي اسمه رامي، ربنا يبارك له يا رب، كان مثبت الديمو وبعتهولي. مش عارف اشغلها يا جماعه، مش عارف اشتغل خالص، لا هي ولا النسخه الكامله. فيا ريت يا جماعه اللي عنده حل يا ريت يقول لنا. لو عندك صديق عنده اللعبه وشغاله يا ريت يقول لنا ازاي شغلها او يدينا النسخه اللي معاه. فيا ريت يا جماعه تساعدونا بالله عليكم عشان انا هموت العب اللعبه دي. وبس كده، تسلموا لي، مع السلامه.